أبو مصطفى، أبو المولد طفى علينا والأطفال عندهم امتحان، تروح شوفه يا عيني. وين أروح أشوفه؟ تدرين جو اسمه الصمت، شو يوديني شو يجيبني؟ بابا كلش حارة. أدري أبوي الدنيا حارة. انطفت الكهرباء أنا بيا حيل أروح. يلا بالله لو حتى العينتين تليفونه مغلق. يقوم روح شوفه يا عيني. شوفه؟ أروح أشوفه، أمر الله. يفدوى يا عيني. لا حول ولا قوة إلا بالله. عم محمود الله يساعدك. هذا انطفى عليكم؟ ترى ما يصير هيك، والله ما يصير. يعني هو أزيد من أهل المولدات ياخذ يعني يجون. يعني ماكو داعي طفى العالم. تروح لي هسه تدقدق البيبان. واليوم نلتم ونروح عليه، هذا شوف شو يريد؟ يعني معقولة ما يصبر ليلة واحدة؟ شنو نروح نمشي؟ تروح على العالم. خلنا نروح لو المولدة بيا حيل أنا. يوه انطفت ابو مولده، شو ودينا ابو المولده الحراني؟ شوف ندق الباب شوفه موجود؟ شوفه موجود؟ الله اقول لك الله لا يوفقك، انت واحد على العالم. وين ابو المولد؟ وين مجلس العالم الوحدات؟ وين المسؤولين؟ وين يقول لك كذا؟ وين كتاب الحار؟ كتاب الحار. كان هناك مشروع مقترح اسمه مولدتي يتبنى قضية يعني أتمتة عمل المولدات مع المواطنين. هناك خلل. الخلل هو مو يمنا احنا بالجانب الرقابي التشريعي الراسم للسياسة العامة، الخلل هناك بالدوائر التنفيذية. حقيقة هناك خلل واضح بالأشخاص اللي يديرون يعني تنفيذ أو اللي يتولون عملية تنفيذ هذه المشاريع والخطط، على سبيل المثال مولدتي أو مدرستي أو صحتي وكثير من التطبيقات اللي بدنا نعمل عليها اللي هي أصلا مشاكل حقيقية يعيش بها المواطن. هناك خلل بالدوائر التنفيذية. رسالتي إلى رؤساء هذه الدوائر التنفيذية أرجو إصلاح العملية، وأيضا مدراء الأقسام يجب أن يكونون على علم ودراية وفاعلية أيضا مع الخطط المرسلة من قبل المجلس لغرض المواطن يشوفها. اليوم نحكي بصورة عامة، بكرة ترى كلامنا راح يكون بالأدلة وبالوثائق الرسمية والمخاطبات، وهو إحراج على المؤسسات التنفيذية في قضية متابعة تنفيذ يعني المشاكل اللي يعانون منها الناس، وأيضا تحويلها إلى تطبيقات إلكترونية تسهل على المواطن قضية استحصال الخدمة أو إيصال صوته لهذه الدوائر التنفيذية.